نلتقي معكم ولقاء لا يخلو من الندية والإثارة. سموحة يستضيف إنبي اليوم في لقاء كبير جدا بين الفرقتين. اعتادوا الفرقتين دايما في مبارياتهم ان هم يقدموا لنا مباريات فيها إثارة ومتعة. فريق سموحة وفريق إنبي اتقابلوا قبل كده 22 مرة، التعادل كان 11 مرة، يعني 50% من المباريات منهم، وسموحة فاز 5 مرات وإنبي فاز 6 مرات. زي ما احنا شايفين اقول لكم شكل جميل جدا. ادي دكة فريق نادي إنبي قدام كابتن سمير بيشوف اجراءه الاداري، بيبص للحكم الرابع عمرو عبد العاطي بيدي اشارته للمساعدين الاول والثاني، بيطمن على الحراس. وعلى بركة الله هنبدأ معكم اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت المباراة حالا. بيمثل فريق نادي سموحة اليوم لحراسة المرمى مهدي سليمان، قدام منه الاربع باكات من اليمين الشمال، كواكو منصواه رقم 25، احمد سعيد اوكا 4، ياسر ابراهيم 23، كابتن سيد محمود. محمد عبد المنصف يلعب كورته للامام، ودقيقتين من بداية احداث اللقاء. سموحة بيدخل المباراة النهاردة ترتيبه ال 12، فاز في المباراة اول مباراة في الدوري على غزل المحلة 1-0 من غير ما يبص. يستدعى حلو قوي واستلام كويس من فتحي، انما تتخاطف. خاطف عاشور يعمل الثرو باس هناك عند قعود استلم، مستني المسانده، يلعب للما كولين، لما يلم على يمينه، يرجع مره تانية عند قعود جوه المنطقه. يعني تاخر وتحرك مدافعي نادي سموحه. على طول سريعه من ناصف للامام عند احمد رفعت انطلاقه، لعيب خطير سريع، يلعب الكره جت في ظهر قعود، يقطعها الدفاع، ترد مره تانية نور لناصف، هيرفع رفعته كويسه جدا. ناصف لما كولين خدها مباشره، حلوه خدها مباشره، انما رجله لبره. لو كان رجله لفه لجوه كانت هتبقى خطيره، انما رفعه جميله قوي. بص شوف اهي مرفوعه حلوه، على طول خدها مباشره، انما لو رجله للداخل كانت هتبقى خطر مفيش كلام. اول كوره حقيقيه على المرمى، يدخل ويعمل تاكلينج محمود فتحي ويقطع الكوره، تروح لايمن اشرف اللي بيلعب سريعه مباشره، على طول جات له حلوه قوي، خلصها لنفسه وراح استلم في الوينج الشمال، يعملها جوه المنطقه. سيد انما اتكعبل في كورته، ويرجع لايمن تاني اللي يعمل رفعه حلوه، انما السلام رايحه عن عبد المنصف. يبقى ده مباريات الاسبوع الرابع للموسم الرياضي 2015-2016. سموحه بيستضيف إنبي على استاد الاسكندريه. على طول تتلعب كرة الامام، محمود سيد يلعب كورته، انما ضعيفه، ما ملتش وش رجلك يا راجل، دي كانت عايزه كرباجيه. الكرة ترجع حبه صغيره، خدت الكرة تتحرك قدام، انما لغايه دلوقتي منطقتين الجزاء ما فيهمش غير كوره لما كولين اللي اتلعبت، والكرباجيه اللي لعبها ضعيفه محمود سيد. وادي تمساح ويسقط كرة، ولا مش معقول حظك يا محمود السيد، انما كان فيها رايه وصفاره، واحده من اللي كان بيعملها هو وباولو تمساح. ادي قدامنا اهو محمد عبد القادر اشاره برايه والصفاره، انما اتلعبت نفس اللعبه اللي كان بينفذها دايما تمساح هو وباولو، عملها الدور ده اهي، انما واخد خطوه فعلا هو على خط ال 18 وكل الدفاع في الخلف، عملها شكلها حلو. طول في ايد عبد المنصف بايده للما كولين، لأسامة اماميه، على طول لقعود اللي راجع يستلم في الوسط، حلوه قوي ومش اوف سايد. احمد رفعت هيعدل على رجله اليمين ويسدد، انما في ايد مهدي سليمان. اللعبه دي بينفذها بشكل كويس قوي هاني العجيزي البديل النهارده اللي موجود فوق كوره زي اللي عملها امبارح في الالمان. وادي على طول حلوه ادي اهو، لسه بنقول الحلول، وصلاح عاشور بيرد عليا بتسديده انما فوق. وماله، عايزين نشوف تسديدات زي دي كتير، عايزين نشوف المحاوله والخطا والتسديد دي فوق العارضه، اللعبه اللي بعد منها جنب، اللي بعديها في الجول، سواء هنا او هنا. ادي اهي بتتعاد 1 و2 و3. طبعا مخرجنا قائد سمير عثمان
وادى الصفاره. مين هيشوط؟ ايمن ولا محمود فتحي؟ ومحمود انما في شنك وترجع وهوبا هوبا من مانجا، انما بره الملعب. ما جاتش معاك يا مانجا، مش الموسم بتاعك دلوقتي. و32 دقيقه من بدايه احداث اللقاء. عايزين كده يعني كرات زي دي تتلعب، عايزين اسكندريه التعادل بدون اهداف. انما لازم نحيي اداره الاستاد النهارده بقياده الدكتور شريف سعد. قلتها في البدايه، مجهودهم. شفنا اسكندريه اماكن كتيره جدا، وادي هوبا جول جول يا صلاح يا سليمان. مش معقول، حلها بكره بليسنج صلاح سليمان. يا على الهدف، والله من شطه مش قويه، انما محطوطه بشكل جميل جدا. ما يقدرش مهدي سليمان يعمل لها حاجه. صلاح سليمان يجيب الحل، يحل لنا اللوغاريتم اللي في ارض الملعب. لا كره هنا ولا جول هنا. اعتقد هتفرق كتير قوي معانا الكوره دي. في الدقيقه 33 صلاح سليمان يفتتح الاهداف. بص شوف صلاح، الكوره سقطت، بص خدها ايه، مش قويه، انما حاططها جميله 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 جميله. نزلت ردها اهي، لفه حلوه حلوه حلوه. بقول لكم الكرات من الحتت دي مش محتاجه انها تتحط فيها القوه قد ما محتاجه ان نلعب ليه تمساح. انما عامل عمق ناصف وقاطع الكره، ترجع لتمساح مره ثانيه. قمر لمحمود سيد، محمود يقدر على شماله، عطاها القمر هيجيب جول. يا راجل يا راجل، فرصتك. يلعب العرضيه، يقطعها الدفاع. بيضيع الكوره في لمسه يعني سريعه في وسط الملعب. مفيش صفاره طويله لتمساح اللي واقف اوف سايد. يلعب على طول منصف اماميه. وفي اللحظه دي كابتن سمير عثمان بيصفر نهايه احداث الشوط الاول، معلنا على تقدم مستريح للاعيبته اللي في ارض الملعب، بنفذ له الشغل اللي هو عايزه. نتمنى ان شاء الله ان الشوط الثاني يكون افضل فنيا من الشوط الاول. وادي على بركه الله صفاره سمير محمود عثمان يبدا معنا اللقاء والشوط الثاني. هيبقى على ايدينا اليمين بالزي الابيض انبي اللي بادئ سريع، وقاعود يا قاعود. كنت هتريح هاني رمزي من الكره اللي فاتت دي لو لبست في وش رجلك الخارجي، انما هي لبست في وش رجل من الداخل، عشان كده راحت بعيد بعيد بعيد. ادي اهي هتتعاد مره ثانيه اللعبه. عدى مش تسلل، جاي من الخلف على طول، هوبا سندها برجله الشمال، انما ما لفتش. دي بقى لو لعيب اشول هو اللي بيتحكم في اللعبه اللي زي دي. عموما بدايه سريعه بنتمناها من الفريقين. انبي قلنا على ايدينا اليمين بالزي الابيض، سموحه على ايدينا الشمال بزيه الازرق. وادي تمساح والتسديده، انما تعمل باند وتروح في ايد محمد عبد المنصف انها تظبط الاضاءه. امبارح شفنا مباراه جميله جدا، ونتمنى ان شاء الله النهارده، كان امبارح المخرج دكتور خالد عبد العاطي، والنهارده لقاء الاهلي والمقصه. اكيد المخرج محمد نصر الدين هيكون جاهز معانا، واعتقد ان نفس العربيه اللي اشتغلت امبارح. وادي على طول عاليه وتخرج بره الملعب، بيحولها على طول ياسر ابراهيم الى ركنيه. البدايه عكس يعني الفريق اللي هو متقدم زي ما قلت كده، العاده الفرعونيه ببقى كسبان ودافع. لا يعني شابوه كده الكابتن هاني رمزي اللي بادئ اللقاء سريع. الشوط الثاني قال لك بدل ما ينزل يضغط عليا فريق سموحه، لا ابدا انا اضغط، وهو ده اللي بينفذه. وادي محمد ناصف ويعمل العرضيه وتعدي من رامي صبري للمره الثالثه، بتفوت كوره من فريق نادي انبي. عايزين نشوف بقى الناحيه الثانيه سموحه هيعمل ايه. بطوله العالم غدا من الاسكندريه عبر النيل للرياضه، والافتتاح الساعه 4. تمساح يا سلام يا ولد، عملها حلوه قوي، انما يطلع عبد المنصف ويحط. عبد المنصف اماميه، يقطعها اوكا، مردوده سريعه نور السيد لاحمد رفعت.
رفعت لنور، نور وتسديده انما بعيده. قلنا دايما المحاوله والخطا دي نظريه في علم النفس ان الواحد يكرر في علم النفس الرياضي. عشان كده بنقول يعني نتمنى ان كل نادي يبقى فيه يدخل دلوقتي الاخصائي النفسي. ايمن لمحمود سيد، محمود للعجيزي، هات وخد، يعملها مره تانية لتمساح، تمساح بيفكر انما هيغير الملعب وعملها حلوه قوي في الشمال لايمن اشرف، هجمه خطره، هجمه خطره، يعملها حلوه حلوه جول. لسه بقول الهجمه خطره، هجمه خطره، احساسي بالهجمه عاملها ايمن اشرف جميله على راس العجيزي، حطها في المقص، لا يقدر رشي يعمل لها حاجه خالص خالص خالص. محمد عبد المنصف يتعادل العجيزي في الدقيقه 9 من الشوط الثاني لنادي سموحه 1-1. انما من بدايه الهجمه اتعملت حلوه قوي لايمن اشرف، بيرفعها جميله جميله بالمقاس على راس العجيزي. بص شوف ايمن يعمل ايه، حط الكوره، يجي العجيزي من الخلف يحطها في المقص، والله ما يقدرش يعمل لها حاجه خالص. ادي اهي اتعملت حلوه حلوه حلوه، ما يقدرش عبد المنصف ولا لو جبت كاسياس نفسه ما يقدر يعمل لها حاجه. وادي ميمي عبد الرازق وانفعاله مع الكوره من الشوط الثاني، وكل الحائط واقف ياردة ونص جوه منطقه الجزاء. والدقيقه 13 بتبدا معانا من الشوط الثاني، وبيعدل الحائط سمير عثمان وادى الاشاره وهاني العجيزي وهوبا، انما تمر بجوار القائم، ركنيه ركنيه. انما العجيزي حاططها في الزاويه القريبه، لما بيحط الكره اللي زي دي في الزاويه البعيده بتكون احلى، انما هو حطها ناحيه اليمين لمنصواه، انما تتقاطع وتترد. نور السيد، محمد ناصر، ترجع لمنصواه، لبنجه، للعجيزي، لتمساح، الاثنين اصحاب مهاره وخبره. ادي تمساح عدى، العب للعجيزي، العجيزي حلو قوي، التمساح جميله قوي قوي، والعرضيه سيد، يا سلام يا منصف، الله الله الله، احلى هجمه اتعملت في المباراه النهارده. بقول لكم خبرات تمساح وهاني، هو ده والله اللي احنا مستنيينه، هو ده اللي مستنيينه. انما التبديل الثاني هيخرج محمود فتحي يخرج وينزل بدلا منه عمرو المنوفي. تبديل اعتاد عليه فريق نادي سموحه. وشايف الناحيه الثانيه شيرويد، حوار بقى المديرين الفنيين من الخارج، كابتن عبد الناصر، محمد واقف اهو، والتبديل هيخرج رفعت وينزل شيرويد، يخرج احمد رفعت، وادي اول تبديل ويشترك شرويده. ادي خارج احمد رفعت ونازل بدلا منه احمد شرويده. انما الهجمه اللي فاتت احلى هجمه اتلعبت في اللقاء، اتعملت من اليمين بشكل حلو، اكيد في اي توقف هيعيدها لنا مخرجنا احمد رمزي. وادي الرأسيه، انما يمسك على طول عبد المنصف اللي شال هدف ما يتشالش في اللعبه اللي فاتت. ادي اهي، هات وخد، ودخل وعمل العرضيه وحطها محمود. يا سلام يا عبد المنصف، والله احلى هجمه، احلى لعبه في اللقاء النهارده. الهجمه دي كانت جميله، بالتالي افضل نسبيا من الشوط الاول، انما نفسنا نشوف احلى كمان، طبعا في مباراه احلى. وتلت ساعه من الشوط الثاني، ومحمود سيد لسموحه في الشمال. محمود سيد عايز يعمل العرضيه، استناه ايمن اشرف اللي عامل اوفر حلو قبل كده، وادي يعمل الكرة على راس خالد قمر، جايه له من الخلف تمساح، يديها له مره ثانيه حلوه حلوه، برافو رامي صبري، حاطط رجله في وقت ايه قياسي. لا الهجمه اللي فاتت دي جميله، والمونيتور هنشوفها بقى، دي المونيتور راجع تاني اهو، انما اتعملت حلوه قوي، تحركات تمساح من اليمين بقت خطر. ادي اهي عملها بالراس، جاله تمساح حطها تمساح، انما هنشوفها تاني بعد القعده. خدها منصف يحيى، ترد بقى في حركه، بقى في سرعه في الملعب. محمد ناصف حلوه عاليه جميله قوي، مين هيقابلها؟ ده قابلها اوكا بالراس، تترد مره تانيه قدام شرويده، عايز يسدد، ترجع عاشور يحطها بعيد. يا عاشور، كنا هنقول عاشور 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 من هنا لبكره.
تخرج بره الملعب. ادي اعاده للهجمه الحلوه اللي طلعها رامي صبري. ادي اهي اتعملت حلوه حلوه حلوه، حط رجله بشكل كويس جدا. إنبي كانوا عايزين منها ركله جزاء، انما قرار الحكم نافذ. ادي اهي هتتعاد مره ثانيه، وقطع بشكل كويس. واعتقد ان سمير محمود عثمان بص للكوره على انها التحام بين الاثنين، اللي كنا بنقوله عليه ايه زمان، الكتف القانوني. وادي مردوده مره ثانيه، والتسديده انما بجوار القائم، تسديده وبجوار القائم. ما زالت النتيجه التعادل 1-1 بعد مرور 26. باولو اخر كروته، باولو بدلا من خالد قمر على طول وانا مغمض. تروح منسوا يرجع بكورته لعمرو المنوفي سريعه تمساح يا تمساح، مش لعبه دي يا تمساح. ادي اهي الاعاده مره ثانيه، حطها بجوار القائم تمساح اهي، بعيده يعني. الثالث والاخير لفريق سموحه. اللاعبين اللي موجودين على ارض الملعب هم اللي هيكملوا، وخطا تروح الكره لما كولين ويشتتها على طول اوكا. الكوره لسه فيها خطوره، لسه، انما رايه وصفاره تسلل، رايه وصفاره وتسلل. ما زالت النتيجه 1-1. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون جمهوريه مصر العربيه ونايل سبورت، لما بتلعب معاها في الملعب ده ونلاقي فعلا النتيجه ماشيه بالشكل ده. وفي فرقه تلاقيها يقول لك معظم المباريات تعادل، يعني زي مثلا لقاء الداخليه وحرس الحدود. الداخليه منذ صعوده للدوري ما تعادلش معاه حتى حرس الحدود، الداخليه اللي بيكسب. واخر مباراه فعلا الداخليه اللي كسب في اسكندريه. وادي على طول مردوده وتخبط في الدفاع. يا حظك يا تمساح، لا النهارده يعني مش موفق، او النهارده مش ماشيه معاك ومش عايزه تديك الكره خالص يا احمد يا تمساح. ادي بص تردد وتنزل، بيستنى السقطه واللقطه زي ما تقول، سقطت اهي، سدت تخبط في الدفاع. عاشور لنور السيد، قفلوا المساحه، و3 دقايق وقت محتسب بدل من الضائع. وادي الكوره تتلعب لمنسواه، هيلعب العرضيه منسواه والرأسيه. يا سلام يا عبد المنصف، تاني كوره ياخدها من محمود السيد. الاولى كانت تسديده طلعها باعجوبه الى خارج الملعب، وادي رأسيه انما ينزل ياخدها بالتمام. ادي منصواه معموله رأسيه. يا سلام يا اوسه. اليسرى حلو، اللعيب ده لمساته كويسه. ماريو عاملها عاليه انما على طول يحط راسه ياسر ابراهيم، تترد يشتت باولو الكوره عاليه انما لسه جوه منطقه الجزاء، تخبط في اي واحد تكون في المرمى. تترد على طول المنوفي. حلو قوي للعجيزي، انطلاقه العجيزي وتمساح، عملوا كروس باص مع بعض، عملوا كروس مع بعض، قطع وتغيير مراكز لتمساح للعجيزي، انما تخبط في الدفاع. والله كان هيعمل. تذكر الموسم قبل الماضي نفس الموقف كان حصل. على طول رايحه لوائل فراج، تتقاطع وتروح الكوره لاوكا مره ثانيه لمحمود سيد. وفي اللحظه دي يطلق كابتن سمير محمود عثمان صفاره النهايه معلنا عن التعادل 1-1. تقدم انبي في الدقيقه 33 عن طريق صلاح سليمان، وتعادل العجيزي في الدقيقه 9 من الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي، وعلقكم الرياضي على